السلام عليكم متابعينا الأعزاء. غنديروا فقرة جديدة غنوليو ندويو فيها على الأندية المغربية المشاركة قاريا أو عربيا أو عالميا. اليوم غندويو على فريق الرجاء الرياضي والوداد الرياضي والجيش الملكي. وأول فريق غنبداو به هو فريق الرجاء الرياضي اللي حقق التأهل دور المقبل بعد العلامة الكاملة في دور المجموعات في كأس دوري أبطال إفريقيا. فريق الرجاء ربح 4 المقابلات من أصل 4 وسجل 13 هدف ومستقبل في الشباك ديالو هدف واحد. الرجاء متصدر المجموعة ب 12 نقطة، متبوعا بفريق سيمبا التنزاني ب6 نقاط وحورية كوناكري ب4 نقاط وفايبرز بنقطة واحدة. الرجاء سيكون ضيف فريق فايبرز الأوغندي يوم 18 مارس المقبل، وفي المقابلة الأخيرة في دور المجموعات سيستقبل سيمبا التنزاني. وبهذا كنباركوا الفريق الرجاء الرياضي بالتأهل المبكر لدور الربع النهائي. وغندوزو لفريق الوداد الرياضي اللي حتى هو ضمن التأهل للدور المقبل. فريق الوداد الرياضي عنده 9 نقاط ونتمنى أنه يتغلب على شبيبة القبائل باش يدوز على رأس المجموعة الأولى. فريق الوداد الرياضي ربح 3 المقابلات وخسر وحدة اللي كانت ضد شبيبة القبائل. سجل في هاد 4 مباريات 4 الأهداف واستقبل هدف واحد. الوداد متصدر المجموعة ب9 نقاط، متبوع بشبيبة القبائل ب7 نقاط، بيترو أتليتيكو ب4 نقاط وفيتا كلوب ب3 نقاط. فريق الوداد الرياضي غيكون ضيف فريق فيتا كلوب في المقابلة المقبلة، والمقابلة الأخيرة غيستقبل فيها شبيبة القبائل. وكنباركوا الفريق الوداد الرياضي عبور دور المجموعات، وكنتمناو ليه يحقق في باقي المقابلات باش يترأس المجموعة. وبهذا حظ موفق لفريق الرجاء الرياضي والوداد الرياضي في دوري أبطال إفريقيا، وعلاش لا التتويج يكون مغربي للمرة الثانية على التوالي. دابا غندوزو لفريق الجيش الملكي في كأس الكونفدرالية الإفريقية. الجيش هو الثاني في المجموعة الثالثة بعد بيراميدز المصري ب7 نقاط وبيراميدز ب8 نقاط، ومتبوعا بفريق فيوتشر المصري ب5 نقاط واسكو كارا بنقطة واحدة. الجيش من أصل 4 مباريات ربح 2 مقابلات وتعادل وحدة وخسر في المقابلة واحدة. الجيش غيستقبل بيراميدز المصري، وفي المقابلة الأخيرة في دور المجموعات غيكون ضيف أسكوكارا الطوغولي. نتمنى الانتصار في باقي المقابلات لضمان التأهل وتصدر المجموعة. حظ موفق لفريق الجيش الملكي في منافسات الكونفدرالية الإفريقية والتتويج بالكأس إن شاء الله. في الأخير ما تنسوش الاشتراك في القناة وديروا جيم للصفحة باش يبقى يوصلكم جديد كرة القدم المغربية والعالمية. وشكرا.